ومعي في البلاطو فضيلة الشيخ شمس الدين الجزائري. فضيلة الشيخ أهلا بك. أهلا سيدي. إذن كما تابعنا في هذا الموضوع، الحمد لله وعي كبير لدى كل الجزائريين وكذلك عند جل الشباب الجزائري ربما بالمخططات الدنيئة ضد الجزائر. الجزائر الحمد لله اللي تنعم بنعمة هي من أفضل النعم على الإنسان، نعمة الأمن ربما، وكما قلتها قبل قليل المسلم كيس فطن والجزائري الحمد لله كيس فطن من كل هذه المخططات. أنا أحب نذكر هؤلاء الشباب اللي راهم استجبوا لنداءات الفيسبوك، يعني ناس مجهولة لا نعرفها أين هي ولا المواقع نتاعها ولا داخل الوطن ولا خارج الوطن، يدير نداء للشباب بحجة غلاء الأسعار. باباك وجدك كان يقول: وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. عاهد ربي باش تحيا الجزائر ممنوع تموت، ممنوع تتحرق. يعني نروح نحرق أنا أغلى شيء عندي اللي هو الجزائر من أجل غلاء الأسعار. وهذه غلاء الأسعار ما يناظرش من أجلها الشباب في الطرقات لما يروح يحرق عودة في الشارع. وش صار غلاء الأسعار؟ غلاء الأسعار تناقشها النقابات، تناقشها الجمعيات، تناقشها الأحزاب، تناقشها الحكومة. أين هذه النقابات؟ على خليتوا النقاش للشارع؟ الشاب في الشارع ما يعرفش مسكين، تخلي الفيسبوك قالوا له ما راكش راجل وكما تحرقش عوده في الحومه، رايح يحرق عوده في الحومه خاطر ما عندوش خدمه. ولكن انا ننبه هؤلاء الشباب والله الذي لا اله الا هو، غير الناس لا يطبعكم للتخريب، هم اكبر المخربين اللي ما يحبوش للجزائر الاستقرار ولا الهدوء. هذه الاسعار هي قضايا اقتصاديه، قضايا علميه. النقابات وين راهي باش تناقش؟ هما اللي لازم يخبطوا يدهم مع الحكومه. يعني راني حاب موضوع غلاء الاسعار نخلوه للقنوات القانونيه الرسميه. العلماء في المساجد، الائمه في المنابر لازم يبانوا اليوم، تدعيوا الشعب للتهدئه، لان الامن والامان اغلى من غلاء الاسعار. الجزائر اغلى من غلاء الاسعار. انا على جال كيلو عدس ولا كيلو بنان اللي ولا يسوى 52,000 نروح نحرق الجزائر؟ شوف اسمع جيدا، جاءوا الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام اشتكوا له غلاء الأسعار، ما راحوا خربوا، ما راحوا حرقوا الرد، ما راحوا داروا فتنة، اشتكوا له غلاء الأسعار. واش قال لهم؟ اسمع يا شعب مسلم، قال لهم أرخصوها بالترك، أرخصوها بالترك. راهي غالية البنان ما تشريهاش، أرخصوها بالترك. هذا هو المنهج الإسلامي في تخفيض الأسعار. أما أني نخرج نخرب بلادي ومن بعد الصحافة العالمية تجعل من الحبة قبة، ومن بعد حابين يجيبوا لنا ربيع جديد بعد ما طفى ربيع في دول كثيرة من العالم، حابين يعاودوا يجيبوه للجزائر عن طريق الشباب الصغير يصدق الفيسبوك. والله الذي لا إله إلا هو، أنا اليوم انتحي للرجال والنساء ليراهم ملئوا الفيسبوك بالنداء إلى التهدئة والنداء إلى الأمن والنداء إلى وحدة الوطن. ما كاش فينا واحد يفرح وشاب جزائري يدخل في فتنة ويروح في مواجهة الأمة وفي ظنه مسكين كما قالوا له، كما رماوه على راسه باللي زعما بهذه الطريقة سيتغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي. أنا أدعو النقابات باش تدخل على الخط، ما تخلوش المسألة هذه لعواطف الناس، لمشاعر الشارع. الناس لا تعرف كيف تجيب الحقوق نتاعها. نعم الحالة راهي غالية، رانا نقولوا أنا نشكو يا حكومة رانا مضرورين، ولكن ما نحرقوش بلادنا على جال العدس واللوبيا. في هذه النقطة ربما فضيلة الشيخ لا يجوز التعرض لممتلكات الغير وللغير. نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر خطبة دارها قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وأنا راكم تعرفوني الله يشهد، أنا ما نشدش العصا من الوسط، ما راني مع الحكومة ولا راني مع الشعب، ولكن راني ضد التخريب.
شدوا ولادكم، ما تخلوهمش يلعبوا بالجزائر. قادر الناس يطبعوهم، واحد يجيب نيه زعما يقول لك انا نغلق الطريق، ومن بعد يلتفوا حول الجمهور، ومن بعد تولي ثوره شعبيه، ومن بعد يجي النيطو ونولوا في مشاكل كبيره. هذه المساله على العلماء ان يتحدثوا، وعلى النقابات ان تتكلم، وعلى الاحزاب ما تروحش تتخبى. ماشي تجوا لينا في وقت انتخابات باش ننتخبوا عليكم، ونهار الجزائر تكون تشحال تتخباو وما تبانوش. نعم. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. لا يجوز لأي مسلم يروح لواحد تاجر يغلق له الحانوت، يروحوا يحقروا هذوك أصحاب الحوانت الضعفاء الفقراء المساكين اللي عايش هو ومرته ولاده من الحانوت نتاعو. وأما البارونات الكبيرة اللي تحرك في الجزائر ساكتين عليها ولا يعرفها أحد. شكرا جزيلا لك فضيلة أدعو الناس إلى التهدئة. أنا حاب نكمل باش ربي يشهد علي. أنني ندعيكم إلى الهدوء وإلى التهدئة. ما تخلوا أي إنسان يخرب ماهيش وظيفة الأمن، ماشي وظيفة الشرطي وحده يروح يزقي على الشباب. أيما إنسان عنده كلمة في هذا البلد يروح يتدخل. الوالدين لازم يزقيوا على اولادهم، عسوهم وينهم يروحوا، واش من المواقع الفيسبوكيه اللي راهم يدخلوا. تحيا الجزائر، وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر ولن تموت ان شاء الله. ان شاء الله. ويجب ان نشكر الله على هذه النعمه الحمد لله. الحمد لله سيتغلب صوت العقل. نعم، تنعم بها الجزائر، وهي نعمه الامن، وندعو الله كما دعا سيدنا ابراهيم عليه السلام، ربي يجعل هذا البلد امنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.